السلام عليكم ورحمة الله متابعينا وطلابنا الأعزاء بهذا الفيديو الجديد واللي بإذن الله راح نلخص لكم آخر أخبار وزارة التربية. أعلنت وزارة التربية وببيان مهم لجريدة الصباح مثل ما موجود قدامكم أنه 20 حزيران موعدا لانطلاق امتحانات السادس الإعدادي، وهذا الشيء يعني 20/6 هو موعد الامتحانات للسادس الإعدادي، بانتظار إن شاء الله في باقي الأيام سيتم الإعلان عن كل ما هو جديد وعاجل بما يخص امتحانات السادس الابتدائي والثالث متوسط. الآن يعني تم تحديد موعد امتحانات السادس إعدادي اللي هو 20/6. بإذن الله راح ننزل لكم آخر الأخبار، طبعا للخارج وللصباحي، هاي حبيت أنه أوضح لكم إياه، يعني مو فقط للصباحي أو فقط للخارجي. ايضا يا متابعينا وطلابنا الاعزاء، البعض جاي تسال بخصوص متى موعد امتحانات السادس ابتدائي، متى موعد امتحانات المراحل الغير منتهيه وغيرها من هذه التفاصيل. احب ان اوضح لكم انه باذن الله ان شاء الله سوف تعلن في القريب العاجل، ان شاء الله يوم غد سوف يتبين بشكل رسمي الموعد النهائي لاعلان موعد امتحانات النهائية للمراحل المنتهية وأيضا الغير منتهية. تابعوا قناتي في التليجرام، رابطها موجود في خانة التعليقات، اشتركوا وفعلوا الجرس حتى بإذن الله نوافيكم بآخر أخبار وآخر تطورات الحاصلة بوزارة التربية. دمتم بخير وحفظ وأمان، مع ألف سلامة، تحياتي لكم.